خياتي إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي حلويات أم محمد الاقتصادية. اليوم طليت عليكم خياتي بهذه الحلوة السهلة الاقتصادية غير بالزيت، والبنة تاعها روعة بواحد المكون اللي زاد لها بنة مختلفة وعطاها مذاق رائع وتجيكم بزاف هايلة وتقطع لكم كمية الله يبارك. هذا وشي ولا من القهوة حليب تقدروا تحضروها لوليداتكم مع الدخول المدرسي ونحيروا واش نطيبوا لهم. هذه الحلوة الاقتصادية والبنينة والسهلة تمتم توجدوها وتاني لضيافكم بزاف هايله. ديروا لي جيم، كثروا لي من البارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والصلاه على الرسول. نبدا بسم الله. المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. في قصعه نديروا 3 حبات تاع بيض. هنا نديروا خياتي 2 حبات بيض كاملين ووحده بياض نحو لها الصفار نسحقوه مع الاخر. هنا خياتي ندو البياض ونحو الصفار تاع حبه بيض. هنا درنا 2 حبات بيض مع بيضه. وهنا خياتي نديرو قرصه تاع الملح لتصحيح الذوق عفوا، ونخلطوا البيض تاعنا مع الملح ونزيدوا عليهم كاس ناقص دودوه تاع سكر. نخلطوا مليح كما راكم تشوفوا السكر تاعنا مع البيض بهذه الطريقه. نخلطوا مليح خياتي حتى يذوب لنا السكر مع البيض تاعنا. نزيدوا عليهم كاس ناقص دودوه تاع الزيت ونزيدو نخلطو. خياتي هذه الحلوه تجيكم بزاف بنينه وسهله ومتديش كامل الوقت معاكم. نزيدو عليها خياتي مغرف تاع حسل. شوفوا خياتي اذا كان متوفر عندكم الحسل ضيفوه لانه يزيد لكم بنه هايله في الحلوه هذه، واذا ما كانش عندكم الحسل ديروا كاس كامل تاع سكر. هنا خياتي درت 3 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي، وتقدروا تعوضوه باي كاطو كان عندكم مرحي، ولا تقدروا ديروا كاوكاو كما درت انا. خياتي نخلطوا المكونات اللي درناهم كما راكم تشوفوا، نزيدوا عليهم قرصه تاع القرفه ومغرف صغيره تاع لافاني. هذا هو السر اللي يزيد الحلوه تاعنا البنه هذيك الرائعه ويعطيها واحد المذاق مختلف والمذاق رائع، واحد المزيج تاع الاذواق رائع. جربوها خياتي تجيكم بزاف رائعه، على بالي راح يحبوها الكبار والصغار. وتوالم خياتي القهوه حليب وهكذا. خياتي 3 مغارف كبار تاع مايزينا ونخلطوا المكونات تاعنا كما راكم تشوفوا. خياتي ما تنسونيش بجمل الفيديو والاشتراك فضلا وليس امرا، والبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. واللي راهي تشوف الفيديو تاعي اول خطره نقولها ما تنسينيش بالاشتراك والفيديو. مرحبا بك في قناتي. هنا خياتي نجيبوا الفرينه تاعنا اللي كنا غربلناها، نزيدوا عليها 2 اكياس تاع خميره تاع الحلوى. انا خياتي كان عندي كيس ونص درتهم، نتوما ديروا 2 اكياس تاع خميره تاع الحلوى بهذه الطريقه فوق الفرينه تاعنا اللي تكون مغربله. انا الفرينه تاعي غربلتها وحطيتها هنا باش تسهل عليا في الخدمه. هنا يا خياتي نديروا الفرينه تاعنا بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، ما نشفوهاش بزاف هكا باش تجينا الحلوه تاعنا خفيفه وبنينه. هنا نحو الفوي خياتي ونكملوا نجمعوا العجينه تاعنا بيدينا. نخلطوا مليح خياتي العجينه تاعنا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ما نشفوهاش بزاف. خياتي هذه الحلوه تجيكم بزاف بنينه. توالم خياتي القهوه حليب وتوالم لوليداتنا نحضروها لهم باش يدخلوا المسيد. خياتي نحو هذيك الحيره تاع واش نحضروا لوليداتنا. هذه الحلوه تقطع لكم كميه الله يبارك والبنه تاعها روعه، على بالي اذا جربتوها يحبوها الكبار والصغار. هنا بعد ما طميت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا نخلوها خياتي على جنب ونخلوها هكا طريه كما راكم تشوفوا تلاصق. نخلوها على جنب ونولوا نخدموها كيف. هنا خياتي جبت البلاط تاعي نرشو بالفرينه واستعملوا بابي كويسون احسن بهذه الطريقه، ونبداو نخدمو في الحلوى تاعنا. خياتي ندو كميه من العجينه انا ما وزنتهاش، واللي حابه تستعمل الميزان تستعمل الميزان. خياتي وزنوها 45 ولا 40 غرام، نتوما واش حبيتوا، اذا حبيتوهم كبار ولا صغار. خياتي انا خدمت عيني ميزاني. هنا خياتي نحلوا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، نديروها حربوش ونبسطوها شويه ونديروها على شكل دمعه كما راكم تشوفوا. سهله اقتصاديه بلا مول بلا طابع، تمتم تحضروها. وخياتي تقدروا تستعملوا الطابع اذا حبيتوا باش تسهلوا عليكم. هنا خياتي نديروها على شكل دمعه كما راكم تشوفوا.
طريقة سهلة وتمتم توجدوها، ما تديش كامل الوقت معاكم، تحضروها في وقفة. والبنة تاعها يا خياتي روعة روعة. قد ما نشكر لكم هذيك البنة، واحد المذاق مختلف مع المذاق تاع العسل والقرفة والكاوكاو، جات فيها واحد البنة هايلة. جربوها خياتي وان شاء الله تعجبكم وتوفقوا فيها. وما تنسونيش بليجام والبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، هكا بتحفزوني باش نحط لكم فيديوهات جدد ان شاء الله. بهذه الطريقة كديروهم في البلا خياتي، زيدوا سقموهم شوية باش يجوكم الحبات متحوفين. هنا نزيدو نحلو العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. ندو كميه من العجينه نديروها حربوش ونبسطوها غير بيدنا بكف اليد ونشكلوها على شكل دمعه. التشكيل سهل كما راكم تشوفوا بلا طابع هكا باش ما تكسروش راسكم. تمتم تحضروها. شوفوا السمك خياتي اللي درتو، لانه راهي فيها الخميره تزيد تنتفخ لنا تولينا سوا. هنا خياتي بهذه الطريقه نكملوا الحلوى تاعنا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا تاع العجينه. انا الصراحه جاتني اكثر من 35 حبه ودرتهم كبار الله يبارك، ما درتهمش صغار. هنا خياتي نكملوا الحلوى تاعنا بهذه الطريقه. نكونوا درنا الفور تاعنا يسخن على درجه 180 درجه. نديروا الحلوى تاعنا طيب من الفوق ومن بعد من التحت هكا باش تجينا مشقه الله الله وتجينا بنينه وهيله. وبهذه الطريقه نكملوا التشكيل تاع الحلوى تاعنا. طريقه سهله وكما راهي موضحه وبلا طابع وبلا تكسر الراس. هكا تمتم تحضروها. هذه الحلوى تاع الفنيانات تمتم يحضروها سهله وبنينه. هنا خياتي بعد ما كملت الحلوى تاعنا نجيب صفار تاع البيض هذاك اللي خليناه، زدت له شويه قهوه نخلطه مليح وندهنوا به الوجه تاع الحلوى تاعنا. هنا خياتي ندهنوها بصفار البيض والقهوه. تقدروا ديروا صفار البيض مع الحليب، انا درت له القهوه باش تعطيني هذاك الاحمرار الشباب من الفوق. ونديروا عليها الكاوكاو يكون مرحيف الخشين شويه هكا من الفوق. ديروا حبات خياتي وديروا لهم الكاوكاو هكا باش ما ينشف لكمش البيض من الفوق. هنا خياتي الحبات اللي نديرهم البيض ندير لهم الكاوكاو هكا باش ما ينشف لناش ويلصق لي الكاوكاو من الفوق بهذه الطريقه. وتجيكم واحد الحلوى بنينه بنينه هايله. جربوها خياتي واستمتعوا لي بهذيك البنه الرائعه وهذاك المذاق الهايل. وواحد البنه مختلفه على بالي اذا جربتوها راح تعجبكم وتجيكم بواحد المذاق رائع، مذاق تاع القرفه مع الكاوكاو مع مزيج من الاذواق رائع. جربوها خياتي وان شاء الله توفقوا فيها وتنال اعجابكم. وانتظروني في وصفات جدد ان شاء الله. بهذه الطريقة نكملوا نزينوا الحلوى تاعنا. ندهنوها من الفوق بصفار البيض والقهوة اللي درت له قهوة. تقدروا تعوضوه بالحليب ونزيدوا لهم الكاوكاو اللي يكون مرحيف الخشين نزينوا به. نكملوا كامل الحبات تاعنا بنفس الطريقة حتى نكملوا كامل البلا تاعنا بهذه الطريقة سهلة وفي متناول الجميع. هذه الوصفة مقادير موجودين في كل دار، تفرحوا بها وليداتكم وضيافكم وعائلاتكم، وخاصة اللي حبوا يشربوا القهوة تاع الصباح والعشية كما أنا بالحلوى. هذا وش يوالمكم. هنا خياتي كملت التزيين تاع الحلوى تاعي. ندخلها طيب من التحت ومن بعد من الفوق، ولا تحبوا تجيكم مشقه طيبوها من الفوق ومن بعد من التحت. انا هذه طيبتها من التحت ومن بعد من الفوق ما جاتنيش مشقه. والبلاط الثاني اللي طيبته من الفوق ومن بعد من التحت جاتني مشقه وجاتها بزاف هايله. دوك نشوفوها في صحن التقديم. هنا خياتي بعد ما كملت الحلوى تاعي حطيتها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. دوك شوفوا خياتي كديروها طيب من الفوق تجيكم هكا مشقه هايله. خياتي الحلوى تاعكم تجيكم تفتت روعه وتجيكم بزاف هايله. كتروا لي من جام حبيباتي والبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وسلام حبيباتي في فيديو آخر.